بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم، وبعد، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والصحيح أن الأمر هنا ليس للوجوب. ثم أهل العلم قد اختلفوا في هذا إلى 3 أقوال، فبعضهم حمل ذلك على صيام النذر هو إسحاق وأحمد، وجمهور العلماء قالوا إنه لا يصوم أحد عن أحد. وبالنسبة لأهل الحديث عامة فقد رأوا حمل هذا الحديث على ظاهره، وأنه يمكن للشخص أن يصوم عن الشخص الآخر ولا غرو. فقد قيس هذا على عبادة الحج، فهي عبادة أيضا يدخلها المال ويقع فيها القضاء عن الغير، والله تعالى أعلم.